روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه القضاء ومن استقاء فعليه القضاء. من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. قال: من استقاء، استقاء أي استدعى القيء، طلبه، غالب نفسه عليه ليخرجه. من استقاء فعليه القضاء. وهذا مذهب الجماهير، أن من استقاء، من استدعاه، من حمل نفسه عليه، فإنه يجب عليه القضاء لهذا الحديث. أما ما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام. هذا حديث ضعيف، وعلى فرض صحته فيحمل القيء على الذي ذرع، جمعا بين الأحاديث. هذا الذارع القيء الغالب هو الذي لا يكون معه القضاء، أما القيء المطلوب المستدعى فهذا يوجب القضاء، ويوجب القضاء فقط. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وقال الأوزاعي وعطاء بن أبي رباح: يجب عليه القضاء والكفارة. وهؤلاء يستدل لهم بما رواه أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قالوا هذا الحديث يثبت أن القيء يفطر، قاء النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر. فإذا كان القيء يفطر فتعمد إخراجه يوجب الكفارة، كما أن الأكل والشرب والجماع يفطرن الصائم، فتعمدها يوجب القضاء والكفارة. وهذا فيه نظر ظاهر جدا. لماذا؟ لأن هذا قياس ما يخرج على ما يدخل، وهذا قياس ليس بظاهر. قياس ما يخرج اللي هو القيء على ما يدخل، هذا ليس بظاهر. والظاهر جدا هو مذهب الجمهور، وهو الذي يدل له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. ومن ذرعه القيء، ذرعه القيء أي غلبه، سبقه الخروج. ذرعه القيء أي غلبه. والعرب تقول أيضا: ذرع فلان لفلان أي شفع له. ويقولون أيضا: ذرع فلان البعير إذا وطئ ذراعه ليركب عليه. والعرب تقول أيضا: ذرعه